ابو تيفا من زمان عايز يتجوز، من وهو عنده 15 سنة، بس للأسف ما استقرش على رأي إلا لما بقى عنده 55 سنة. يعني قعد يفكر 40 سنة. بعد ال40 سنة رأيه استقر على قرار، قال اتجوز. يتجوز ازاي بعد ما شاب؟ قال مفيش غير الخطبة. ام نجوى قال لها يا ام نجوى انا خلاص فكرت وعايز اتجوز. قالت له الف مبروك يا اخويا، اعرف لك حتة عروسة طول بعرض وزي البدر، خدودها فصوص رمان، بقها خاتم سليمان، حواجبها هلال شعبان، اما عينيها فدول تبص فيهم تحس انك مسحور. قال لها توكلنا على الله. عندها ايه؟ قالت له عندها بيت ملك قايل للسقوط، وقاعدة كل يوم تدعي انه يقع علشان تبيع الارض وتغتني. قال لها البيت بيجيب ايراد كام؟ قالت له ما بيجيبش، اصله مش ساكن، السكان عزلوا منه وجريوا لحسن يقع عليهم. قال لها طب ما بتهدوش ليه؟ قالت له ما معهاش فلوس تهده، سايباه يقع من نفسه، هتيجي الحكومة تشيله هي بقى تبيع الارض. قال لها يا ام نجوى، يا ام نجوى الحكومة مش هتشيله، مش بتقولي ان السكان معزلين يبقى ما فيش حد هيموت تحتيه؟ الحكومة ما بتتحركش الا لما حد يموت او يقع عليه بيت، انما الحكومة هتشيل انقاض ليه؟ الخطبة قالت له على ايتها حال، هي حالتها تعبانة شوية لكن مسيرها تغتني، شوفها الاول وتنور بيها وقول رأيك فيها. ابو تيفا ما كدبش خبر، حضر في جلسة العروسة كانت حاضرة فيها. العروسة بصت له وهو بص للعروسة، لاحظ ان مناخيرها كبيرة شوية زي مناخير العساكر الرومان، يعني لو لبست طاسة ومسكت في ايدها حربة تبقى عسكري روماني من اللي كانوا بيمشوا ورا قيصر. بص في جسمها، ما عرفش فين دراعها وفين كتفها، ولا عرف وسطها من راسها. كانت سمينة شوية، مش سمينة انما ضخمة، صحتها كويسة زيادة حبتين. فكر في البيت القايل للسقوط، تساوي كام الارض اللي مبني عليها يا ترى؟ كام الف؟ قعد يحسبها والعروسة تبص له. العروسة بصت لابو تيفا، لقيت له ضب، ضب زي الارانب،